الانترنت اللي كتستخدمو كل يوم لساعات طويله، مثلا بحال موقع الفيسبوك، اليوتيوب اللي كتوصل فيه بسهوله الملايين الفيديوهات والصور. هادشي كامل كيمثل 5% من شبكه الانترنت. والانترنت المظلم ما غادي يقدر حتى واحد يوصل ليه، لان الانترنت المظلم ما فيش قوانين اللي كتحكمه، وفيه كل افعال شيطانيه اللي كاع ما غادي يطيح لك على بالك. واللي غادي يدخل الانترنت المظلم ما غاديش يرجع كما كان في الاول. انت كتفرج في هذا الفيديو هذا، ما تحاولش توصل باي شكل من الاشكال. المكان هذا اللي هو الدارك نت او الانترنت المظلم. دابا غادي نفهمك اشنا هو الدارك نت واشنو اللي خاصك تعرف على الانترنت. تخيل ان شبكة الانترنت عبارة عن جبل من الثلج في وسط البحر، والجبل هذا انت اللي كتشوف القمة ديالو اللي لفوق سطح الماء، هذا هو 5% من الانترنت اللي تقدر تدخل ليه، وهذا اسمه السيرفيس ويب او الانترنت المرئي. برغم ان هذه القمة ضخمة جدا، لكن ماشي هي الجبل الحقيقي، لان الجبل الحقيقي موجود تحت سطح الماء ولم تراه. قاعدة كبيرة جدا من المواقع والبيانات والمعلومات الغامضة اللي كتسمى بالديب ويب او الانترنت العميق، وهذا كيمثل 90% من الجبل. وكل ما كتنزل الاعماق المظلمه كتزيد معها الغموض لحد ما توصل الاعماق واخطر جزء اللي يمثل اخر 5 من الجبل الجليدي، المكان اللي مستحيل تدخل ليه بسهوله، ولا دخلتي ليه بدون وسائل الامان فانت بحال قفزتي من طائره بدون مظله. قمة الجبل اللي انت شايفها ومعروفة اللي هي السورفاس ويب، هو هذا الجزء اللي موجود فيه كل مواقع، مثلا بحال الفيسبوك اللي كتعامل معها بشكل يومي، اللي غالبا في الاخر ديالها كتكون .com، واللي معناها كوميرشن، يعني ان هذا الموقع ربحي. والموقع اللي الاخر ديالو .org، واللي معناها اورجانيزيشن، يعني هذا الموقع تابع لمنظمة او مؤسسة معينة، مثلا بحال مؤسسات حكومية. هذه المواقع هذه تقدر تدخل ليها بسهولة من اي متصفح بحال كروم، فايرفوكس، وتقدر تدخل حتى بانترنت اكسبلور. ولكن اللي ماشي عادي هو اللي جاي تحت الانترنت المرئي، موجود ديب ويب، وهذا باقي في عدد من المواقع والبيانات لا تنتهي، لدرجة لأن مستحيل لأي أحد يقدر يرصد عدد المواقع والصفحات اللي خدامة في نفس الوقت. ولكن المفاجأة أن الديب ويب توجد فيه أماكن قانونية وأماكن غير قانونية. في جزء من الديب ويب ماشي قانوني، وممكن لا حاولت تدخل ليه غادي يوصل بك في النهاية المواقع القرصنة الإلكترونية، بحال الموقع اللي الاسم ديالو داركود اللي قدرت الاف بي اي تقفلو سنة 2015، وتم القبض على معظم الاعضاء من اكثر من 20 دولة. وبعد هادشي كامل دابا غادي نوصلوا لاخر 5% من الانترنت اللي هو الدارك نت، في انشطة غير قانونية اللي عمرها ما تخطر لك في بالك. المكان هذا مستحيل يقدر يدخل لي شي واحد بمحركات البحث العادية، لان الموقع والبيانات اللي فيه كتبقى مخفية عن المحركات العادية، كأنها ماشي موجودة من الاساس، لان المتصفحات العادية بتاخذ مسار مباشر من جهازك للموقع اللي انت داخل عليه، وهذا معناه ان الاي بي ديال الحاسوب ديالك كيبقى معروف وتقدر تعتبره عنوانك الالكتروني. لكن متصفحات دارك نت كتستخدم الاونيو روتينغ، وهذا كيوفر للمستخدمين طبقات وطبقات من الحماية اللي كتخلي الوصول ليهم غير سهل، لانه سيأخذ مسار غير مباشر ويمر بخوادم الكترونية في اماكن مختلفة من العالم، وفي الاخير كتبقى الهوية ديالهم مجهولة. اوكي، اشنو السبب ديال الدارك نت من الاساس؟ وهل استعماله قانوني ولا لا؟ يقال ان الدارك نت تأسس في التسعينات على يد جيش الامريكي باش يقدروا يتبادلوا المعلومات الامنيه والاستخباراتيه اونلاين بمنتهى السريه. يقال ان بعدها بدات ضحايا الانتهاك والاشخاص المجتهدين اللي كانوا كيستخدموا الدارك نت باش يتكلموا بحريه، باش تا واحد ما يعرف الهويات ديالهم. لكن ميزه اخفاء الهويه جذبت اشخاص من نوعيات اخرى بيمارسوا انشطه خطيره وغير قانونيه، انشطه غير قانونيه اللي عمرك ما تتخيل انها موجوده وكتحصل. اشخاص مجهولين كتدفع الفلوس وكتشاهد تعذيب البشر، لدرجه في غرفه الدارك نت القائمه على تعذيب البشر وانهاء حياتهم في البث المباشر، وهذا كيحصل مقابل مبالغ ماليه ضخمه جدا عن طريق عملات رسميه للدارك نت، وهي عملات رقميه بحال البيتكوين او غيرها، لانها ما تابعت لاي نظام حكومي او بنكي، وتحد ما غادي يعرف شكون دفعها وشكون خادها. عندما تفكر يوما ما ان تدخل الى الدارك نت غادي يخلي حياتك في خطر. تعال اشرح لك انواع المخاطر. اول تهديد يقدر يواجهك هو البرمجيات الخبيثه اللي كتكون حيه ومشفره جدا في الدارك نت، واللي كتستخدم مع عصابات القرصنه في هجمات الكترونيه. البرمجيات الخبيثه هذه كتنزل على الجهاز ديالك اللي هو الحاسوب ديالك وانت ما عارف والو، وتقدر تسجل اي حرف كتكتبه انت في الكايبورد واي كلمه كتقول انت، وكيتم التسجيل ديال اي حاجه كتصور الكاميرا ديال الحاسوب ديالك. كاين نوع ثاني كيشفر كل الداتا اللي كاين على الحاسوب ديالك وكيطلب منك تحويل فلوس شي فوق تشفير على ملفاته. واخطر في الدارك نت يقدر يعرف انت منين ويتبع الهويه ديالك. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير اشتراك بالقناه ديال مهدي دبليو بي اس، وما تنساش تخلي معك واحد جيم، وما تنساش تفعل معك الاشعارات باش يبقى يوصلك الجديد دائما اللي كنلوح.